في التصفية المؤهلة لنهائيات كأس أفريقيا 2025 حقق المنتخب الجزائري انتصاره الثاني تواليا بفوزه على مستضيفه الليبيري بثلاثية دون رد لحساب مباريات المجموعة الخامسة. ركائز المنتخب الجزائري غيبتها الإصابة، بداية من محرز وعوار وانتهاء ببن ناصر. المباراة ضد المستضيف ليبيريا الكل كان ينظر إليها بتشاؤم، ربما قد تصنف هذه المباراة في خانة الامتحانات المسبقة للمدرب بيتكوفيتش وكيفية تعامله مع الظروف غير المتوقعة. المتوقع بعد ربع ساعة جس النبض أن تظهر الصورة الفعلية لأي منتخب. محارب الصحراء ومعهم الوجه الجديد فارسي تخلصوا من أي تفكير سلبي بمجموعة من التمريرات السريعة التي وصلت إلى غويري. أمين قلص من حدة التشكيك في قدرة المنتخب الجزائري على الاستفاقة بهزه الشباك. مسجل الهدف غويري أصبح أكثر حركية من زملائه. الهدف منحه دفعة معنوية إضافية، اقترب من توقيع الثنائية وكرته لم تبتعد عما أراد. لم تسلك هجمات المنتخب الجزائري اتجاها واحدا، بل كانت من أي مكان متاح، وهذه المرة من المنتصف. آدم زورغان بتسديدة رائعة أضاف الثاني وأضاف للمنتخب مساحة من الاطمئنان بهدفه. بدا رفقاء بن سبعين أكثر تحررا هجوميا. أمين غويري كاد يكمل سيره العرضي بالكرة في الشباك، تسديدته صدها الحارس الليبيري. حاول أصحاب الأرض مسارعة الخطى نحو هدف التقليص، وتسديدة السنغاري لم تكن بالقوة المطلوبة. دخول عطال وبونجاح أضاف نفسا جديدا للمنتخب الجزائري. يوسف قام بكل شيء، سدد وكرته المرتدة من الحارس أودعها بونجاح هدفا ثالثا. بقي يوسف عطال مصرا على التسجيل، أتيحت له الفرصة بتسديدة يسارية منعها الحارس من الشباك. في النهاية محارب الصحراء حققوا الانتصار الثاني تواليا وأحكموا قبضتهم على صدارة المجموعة.